تانية خلي بالك علشان ممكن القصة هي اللي تكسرك. النهاردة هنشوف ازاي مؤلف قصص طموح دخل عمارة مهجورة كان بيدور بس على مجرد فكرة فلقى نفسه هو الضحية الجديدة. بس مبدئيا كده وجب التنويه ان الفيلم ده مش لأصحاب القلوب الضعيفة اطلاقا، بس لو قلبك متين اخبط اللايك وتعالى نغوص في تفاصيل اكتر عمارة غامضة في كوريا كلها. بيبدأ فيلم النهاردة واحنا بنسمع عن أسطورة قصر جوانجليم واللي الناس كلها بتخاف منه ومش عارفين إذا كانت حكاياته المرعبة حقيقية ولا من ضرب الخيال. بنشوف بقى دلوقتي بطلنا الروائي الموهوب جي وهو واقف قدام القصر المهيب وبيصوره، بس بنلاحظ إن القصر عبارة عن مجمع سكني ضخم جدا. بطلنا بقى الباحث عن قصة مثيرة يحطها في روايته بيقرر يدخل يقابل حارس القصر الغامض ويتكلم معاه، بس كان يعني اتصل بيه واتفق معاه إنه يجيله يسمع منه حكاوي عن القصر الغريب ده. وقتها الحارس بيعرف منه إنه فنان رسوم متحركة والإشاعات اللي سمعها عن القصر هنا هي اللي دفعته بفضول يجي ويعرف الحقيقة. فبيعرفوا الحارس إن من فترة طويلة كده كان في أطفال أيتام عايشين هنا لحد ما في يوم حصل حريق وكلهم ماتوا بطريقة مأساوية، ومن ساعتها بقى وبدأت الإشاعات والناس تسمع أصوات غريبة في القصر. وبيبدأ يحكي له أول قصة واللي بتكون عن كاتب سكن الغرفة 504 من القصر واللي المفروض متجوز وعنده عيلة كمان، لكن قرر يسيبهم ويجي يقعد هنا علشان يطلق العنان للإبداع في الكتابة. فضل بقى طول الليل يشتغل على روايته الجديدة لحد ما فجأة بيسمع أصوات خبط في كل مكان جوه الغرفة، وقبل ما يستوعب اللي بيحصل بيلاقي تليفونه بيرن وبتكون مراته، وكانت متعصبة على الآخر لأنه سابها مع ابنهم الرضيع لوحدها. فبيعتذر لها وبيعرفها أنه خلاص قرب ينتهي من الرواية بتاعته وكل ده علشان يجمع لهم فلوس يخليهم يعيشوا بسعادة. لكن فجأة صوت مراته بيتغير وبتشتمه بصوت غريب جدا وبتقفل السكة. بس الكاتب بيفكر مشكلة في الشبكة ولا حاجة وما بيهتمش، وحتى برضه بعد ما بيلاقي اللابتوب بتاعه اشتغل لوحده. بس بيقرر تاني يوم يروح الصيدلية يشتري دواء للصداع، وعايزكم هنا تركزوا جدا لأن الصيدلانية دي اسمها يونا. المهم بيدخل شاب تاني اسمه تاج يسأل عن علاج للفطريات، بس العلاج ده ما بيكونش موجود وبترشح له يونا مكان تاني جنبهم. المهم ان الكاتب بيشتري دواء الصداع وبيرجع للشقة 504، لكنه بيتفاجئ في إحدى الغرف بجزمة طفل مرمية، وفجأة اللابتوب بتاعه بيقع من العدم حرفيا على الأرض يتكسر، وبيسمع صوت أطفال بتضحك وبتجري وده بيضايق الكاتب جدا. فبيروح لحارس القصر علشان يراجع له الكاميرات، بس الغريب إنه ما بيلاقيش أطفال ولا أي حاجة حصلت، وده بيعصبه أكتر لأن اللابتوب بالفعل اتدمر وسمع بودانه صوت أطفال. بس بيقرر يروح بنفسه للغرفة اللي تحت شقته على طول، ودي الغرفة اللي بيسمع منها صوت الأطفال، وبيفضل يخبط أكتر من مرة بس محدش بيفتح. وبيلاقي وقتها كمان جزامة جنب الغرفة مليانة بجزم الأطفال، فبيتعصب وبيتأكد إنه كان على حق، وبيقرر يجمع الجزم كلها في كيسة ويرميها كنوع من الانتقام. لكن لما بيجي ينام بالليل بيبدأ يسمع أصوات غريبة تاني، فبيقوم يشوف إيه الحكاية المهببة دي، وبيلاقي ساعتها صوت الخبط عمال يزيد جدا. فبيفتح كل غرف الشقة علشان يطمن نفسه لأنه تقريبا كده بدأ يترعب. والمصيبة كمان إنه بيشوف كيسة الجزم قدامه رغم إنه رماها بنفسه. وفجأة الخبط على الباب بيزيد جدا والكاتب خلاص قلبه وقع في رجليه وخايف، ولما بيبص من العين السحرية بيلاقي 3 أطفال مدينه ظهرهم، وفجأة واحد منهم بيبصله وشكله مرعب جدا لدرجة إن الكاتب بيقع على الأرض اللي بقت مليانة بجزم الأطفال. وهنا بقى الكاتب كان هيتجنن خلاص، وبيلاقي وقتها مجموعة منهم ظهروا قدامه وبيرعبوه تماما. المهم بطلنا جن بياخد القصة دي وبيمشي بعد ما بتعجبه، بس بيتفاجئ لما بيسأل عن الكاتب ده وبيكتشف إنه كان عايش في القصر فعلا، لكنه اختفى من 2 سنين بشكل غامض ومحدش يعرف عنه حاجة. وعلشان كده بيرجع لحارس القصر من جديد مطالب بقصة رعب أخطر من اللي فاتت. وفعلا بيبدأ الحارس يحكي له قصة الصيدلانية يونا واللي كانت عايشة في القصر هي كمان، وكل ذنبها إنها وعدت الشخص الخطأ. وبيحكي له إنها كانت منفصلة عن أمها وبتعيش لوحدها، وعلاقتهم ما كانتش أحسن حاجة لأن الأم لما بتتصل بيها بتقفش معاها وبتقفل السكة. وبتنزل الصيدلية تشتغل كالعادة، وبيدخل لها الكاتب والواد بتاع علاج الفطريات ما تنساهوش عزيزي المشاهد. والمهم يعني إنهم أول ما بيمشوا
بتتفاجئ يونا بزميلتها جاية من وراها فبتتخض، خصوصا يعني انها قالت لها مش هتعرف تيجي النهارده، بس البنت بتأكد لها انها تعبت شوية الصبح لكن دلوقتي بقت تمام. فما بتهتمش يونا وبتبدأ تسألها عن رأيها في الجواز لانها متجوزة ومخلفة، فبتتضايق صاحبتها وبتقول لها انت لسه بتوعد الراجل المتجوز ده، ابعدي عنه يا بنتي احسن ده متجوز ومخلف كمان. بس فجأة عاشقها ده واللي اسمه جيونج بيتصل عليها، وكان باين على صوته انه متأثر، وبيعرفها انه هيجيلها البيت النهارده يتكلموا شويه. لكن بمجرد ما بتقفل معاه بتتصدم ان زميلتها بتدخل من الباب قدامها ولسه جايه، فبتستغرب جدا وما بتكونش فاهمه هي كانت بتتكلم مع مين من شويه، لكن يعني بتعدي الموقف وبتقرر ترجع البيت. وساعتها بيجيلها عاشقها جيونج وهو مهموم وحزين على الاخر، ولما بتساله بيعرفوا ان مراته عرفت بعلاقتهم ببعض. فبتقول له يونا طب وانت مزعل نفسك ليه؟ طلقها يا عم وانا اكلك رؤى الكمال وهنبدأ حياة جديدة. لكن جيونج بيرفض لانه مخلف منها بنت، وبيطلب من يونا يقعد بس معاها هنا فترة يهدي اعصابه، لكن اكد عليها ما تعرفش حد خالص بمكانه. وفعلا بتوافق، بس لما بييجوا يناموا بتسمع صوت غريب، فبتحاول تصحيه لكنه كان نايم قتيل. ولما بتطلع تشوف ايه الحكاية بتلاقي نور الحمام شغال وكأن حد بياخد دش جوه، وفجأة بتشوف خيال شخص وبتتأكد ان في حد جوه فعلا، فبتقرب من الباب بمنتهى الحذر وهي خايفة على الاخر. وبمجرد ما بتفتحه بتلاقي المية شغالة فعلا بس مفيش حد موجود. المهم تاني يوم بتصحى يونا تجهز نفسها علشان تروح الشغل، وبتبص كده ناحية الحمام وهي قلقانة لكن ما بتهتمش قوي وبتمشي على طول. بمجرد بقى ما بتوصل الصيدلية بتلاقي 2 محققين في انتظارها، وبتستغرب جدا لما بيسألوها على جيونج لأنه مشتبه فيه إنه قتل مراته وبنته. فبترجع يونا البيت فورا وهي متوترة ومش مصدقة إزاي يقدر يعمل كده، وبتدخل تنادي عليه علشان تواجهه بشكل مباشر، بس بتلاقيه قالع هدومه كلها وغرقانة دم وبياخد دش. لا وكمان بيقول لها ما تعرفيش حد اني بستحمى هنا، بس بتحكي له وقتها عن اللي حصل في الصيدلية وانهم لازم يهربوا بسرعة لانها في النهاية بتحبه ومش هتقدر تسيبه يدخل السجن، وبتبدأ تجهز الشنطة على طول من غير مقدمات. لكن فجأة بتسمع صوت عربيات الشرطة بتعدي من قدام القصر وبتتوتر جامد، وبتطلب منه يطلع من الحمام بسرعة علشان يهربوا. لكن الغريب انه بيفضل يردد جملة واحدة فقط لا غير، ما تعرفيش حد يا يونا اني بستحمى هنا. فبتحس يونا ان في حاجة غلط وبتبدأ ترتبك وتخاف، وكمان بتاخد صدمة عمرها لما بتلاقي باب الشقة بيخبط وبيكون جيونج، وطبعا ما بتكونش فاهمة ازاي هو خارج الشقة، امال مين اللي في الحمام وبيكلمها ده؟ فبتفتح له فورا وبتشاور له على الحمام وهي خايفة، بس جيونج بيهديها وبياخد شاكوش وبيقرب من الحمام بمنتهى الحذر. واول ما بيوصل للباب بيقول لها مش قلتلك ما تعرفيش حد اني بستحمى هنا؟ طبعا وقتها يونا بتموت في جلدها حرفيا، خصوصا ان الشقة كلها بتتملى دم بشكل مفاجئ وحاجة اخر رعب. وفجأة كمان جيونج بيضحك بطريقة غريبة جدا، والحكاية بتخلص لحد هنا، علشان بعد كام يوم بيقرر بطلنا جن انه يروح يزور شخص عاش بالفعل جوه القصر الملعون ده، والشخص ده سمسار عقارات وباين عليه الرعب والخوف. المهم السمسار ده عزيزي المشاهد حكايته حكاية بقى، لأنه قدام الناس بيشتغل في مكتب مرموق وحياته مستقرة، كل مشكلته بس حوض الشقة عنده بايظ وعايز يجيب سباك يصلحه. لكن الحاجة اللي أغرب من الخيال إنه عامل دمية مرعبة وعايش معاها وبيعاملها إنها إنسان عادي، يتكلموا وياكلوا سوا، بمعنى أصح مخبول وعقله مفوت حبتين 3 كده. وحرفيا الدمية بيبقى شكلها غريب ومخيف على الآخر. المهم لما بينام السمسار شوية بيقلق بعدها على صوت جاي من الحوض، ولما بيقوم يشوف ايه الحكاية بيلاقيه بايظ وعمال يسرب. فبيقرر اول حاجة يعملها لما يصحى يجيب سباك بقى ويخلصه من القصة الحزينة دي، وبيطلع شعر ست كان محشور في الحوض كده. وطبعا السمسار بيستغرب لانه عايش لوحده تماما، الا يعني لو حسبنا ان الدمية دي انسان ولا حاجة. بس عامة بيطلب من السباك يظبط الحوض بحيث ما يعطلش تاني دلوقتي. ولما بقى بيروح شغله بيسأله المساعد بتاعه بيقول له انا سمعت انك نقلت القصر جونجليم، بس السمسار بيرد عليه بعدم اهتمام لانه مش مؤمن بالشعوذة والحكايات الخيالية دي. ولما بيخلص شغله وبيرجع للبيت بيطمن ان الحوض شغال تمام والسباك صلحه الحمد لله. بس اول ما بيلف وشه علشان يشوف الدمية بتاعته بيلاقي الحوض اتسد تاني وطلع منه سائل غريب، لكنه بيخمن ان السباك ما شافش شغله كويس وبيبقى متضايق.
وعلشان كده بيدور على تليفونه علشان يتصل بيه، بس بيلاقي الدمية اختفت من على السرير رغم انه لسه شايفها، وفجأة بتطلع ايد من الحوض تقفل المية، والراجل بيترعب وما بيكونش مصدق. المهم تاني يوم لما بيروح الشغل بيفضل يفكر في الموضوع بشكل كبير جدا، ولما بيحاول يتمالك نفسه ويشتغل شوية بيجيله المساعد يحكي له عن الأهوال اللي سمعها عن القصر الملعون ده، والكلام ده بيضايقه جدا وبيخليه يرتبك أكتر وأكتر. وعلشان كده بيرجع البيت وبيقعد الدمية قدامه وبيفضل يتكلم معاها كتير، وبيتضح انه سكن في القصر مخصوص علشان يعرف يسوق له انه ما فيهوش اشباح ولا حاجة. بس اثناء انغماسه مع الدمية الغريبة دي بيسمع صوت جاي من الحوض مرة تانية، والصدمة الجنونية بقى انه بيلاقي راس الدمية لفت وبتبص على الحوض من نفسها، فبيبدأ يحس بالرعب وبيركز مع الحوض جامد جدا، وبيطلع تليفونه يصوره لانه شايف كيس خارج من الحوض قدامه. واول ما بيقرب منه بالشكل الكافي بيحس انه جواه حاجة، وفجأة الدمية بتاعته بتقع من مكانها، ولما بيلف وشه بيلاقيها بقت جوه الكيس بشكل مرعب، فبيتجنن وبيدخل أوضة تانية يقفل على نفسه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، وبيسمع صوت الكيس بيتحرك وبيخبط على الباب كمان، وفجأة الكهرباء بتقطع فبيشغل الولاعة وهو مرعوب تماما، لكن الصدمة ان الدمية بتظهر من وراه وبيفقد الوعي في الحال. وبيختم السمسار حكايته لبطلنا وبيقول له انا اصابتني لعنة القصر وخسرت كل حاجة، بس جن بيبقى عايز يفهم ايه اللي حصل له بعد كده، فبيمد السمسار ايده والصدمة ان كفوفه الاتنين مقطوعين، وبيفضل يردد في جملة انا ما عملتش حاجة غلط. فبيمشي بطلنا وباله مشغول بقصر جونج لم ده وحكاويه الغريبة، لكنه بيقعد يرسم الحكاوي دي كلها علشان يحولها لرواية. المهم بعد كده بيروح يعرضها على منتج مهم جدا، والرسومات والقصة بتعجبه بشكل مبدئي، لكن كل مشكلته انها قصيرة جدا ولازم يخليها اطول من كده شوية، وهيديله كمان عربون تشجيعي علشان ما يفكرش يروح لحد غيره، بس لازم ولابد انه يخلي القصة اطول من كده. وعلشان كده بيقرر بطلنا يرجع لقصر جونج لم ويتكلم مع الحارس، وزميلته وقتها بتفكروا ان النهارده عيد ميلاده وعلى الاقل يعني ياخدوا راحة، لكن جن ما بيكونش شايف قدامه غير القصة الأخيرة. بيروح بقى الحارس القصر يعرض عليه فلوس مقابل انه يحكي له قصة كمان، بس تبقى ايه بقى مرعبة ليفل الوحش على الآخر، والحارس وقتها بيضحك في البداية لكن بيقرر ينوله مراده لما يشوف آخرة إصراره. بيبدأ بقى يحكي له عن طالب مسافر اسمه تانج وصل للمدينة وما كانش عنده حتة يعيش فيها، فطلب المساعدة من صاحبه اللي سكن إحدى شقق القصر الملعون، لكن أول ما تانج بيدخل الشقة وبيشوف صاحبه بيستغرب لأن وشه مليان بالحبوب والفطريات، والشقة كمان باين عليها العفن وشكلها كده عمرها ما اتنضفت أساسا. بس في النهاية ليه بيتحجج إنه بيدرس كتير وما عندوش وقت للتنظيف، وبيوضح له كمان إن الحبوب اللي في وشه دي طلعت له فجأة كده وما يعرفش سببها. بس تانج بيكون عايز يبقى ضيف خفيف وبيرفض يعلق، بس الغريب لما ليه بيقدم له الأكل وبيلاقيه كله متعفن وبايظ تماما، والأغرب إن ليه بياكل ولا كأن فيه مشكلة. بس عامة لما بيدخل الليل بيحاول تانج يتواصل مع حد تاني من صحابه، أحسن الوضع ده كده مش نافع، ولما بيلاقي ليه صاحب يقول له بص لو انت يعني مشغول انا هنضف البيت وروق عليه، فبيلاقي الواد انتبه كده بشكل مرعب على الاخر ومن غير ولا كلمة بيسيبه وبينام. ولما بيصحى تانج في اليوم التاني بيلاقي ليه بدأ ينضف البيت بنفسه، وبيقول له عندك الاكل فريش في التلاجة روق على حالك. فبيروح تانج يفتح التلاجة بيلاقي الاكل كله معفن وحاجة استغفر الله العظيم يعني، فبيقرر ينزل يروح الصيدلية عند يونا يسأل عن دواء لصاحبه، وبيشتري مجموعة منظفات وبيقرر يرجع يفوق الشقة دي وينظفها على أكمل وجه، وبيقدر فعلا يخلص معظمها لحد ما في باب غرفة بيعصلج معاه شوية لحد يعني ما بيتفتح، والغرفة دي ما بيكونش فيها غير صورة لصاحبه مع عيلته، بس برضو العفن منتشر بشكل رهيب حتى على الصورة. وعامة بعد شوية بيرجع ليه للشقة، وبمجرد ما بيدخل بيحس بحاجة غلط، فبيعرفوا تانج وقتها انه قضى اليوم كله تنظيف في الشقة، بس ليه بيتجاهله وبيدخل الغرفة اللي فيها صورة عيلته، وفجأة بيتعصب على الآخر لدرجة انه كان هيمسك في تانج، ولما بيزقه بيفضل يصرخ وبيطلع من الشقة فورا. لما بيدخل الليل بقى بيبقى تانج قلقان طبعا من اللي حصل ده، وبيلم حاجته وبيتصل على واحد صاحبه علشان يقعد عنده اسبوع ولا حاجة لحد يعني ما يدبر اموره ويبقى يمشي، لكن الواد بيحلق له وبيقفل السكة في وشه. وفجأة كمان بيتفاجئ تانج ان العفن رجع للشقة من تاني بشكل غريب ولا كأنه عمل حاجة، وكمان باب الغرفة الغامضة بيتفتح لوحده فبيدخل يبص فيه،
وساعتها بيلاقي صورة العيلة والأوضة كلها مليهم العفن بطريقة مقززة، وبيظهر صاحبه ليه وهو مداري وشه وبيقول له عيلتي زعلانين من اللي انت عملته يا تانج. وبمجرد ما بيبصله بتبقى الصدمة الأعظم على الإطلاق. الواد وشه حرفيا من العفن والحبوب بقى بيسيح وملزق في بعضه كده، وتانج وقتها بيبصله وهو مصدوم وفي حالة رعب تام. وفجأة بتطلع إيد من صورة العيلة بتسحب تانج ليها وبيختفي للأبد. بطلنا بقى لما بيسمع القصة العجيبة دي بيبدأ يصدق إن القصر ده فعلا ملعون، فبيقول له الحارس لو لسه عندك فضول خد يا سيدي مفتاح الشقة دي واطلع استكشفها بنفسك يمكن تلاقي تفسير. وفعلا جن بدافع الفضول بيقرر يعمل أكبر غلطة هيرتكبها في حياته، والرعب بيبدأ على طول من أول ما بيركب الأسانسير، لأنه بيشوف شخص غريب مديله ظهره وما بيتكلمش وراكب معاه، وكل شوية الأسانسير يقف في دور مختلف غير اللي المفروض عايز ينزله. فبيبدأ يلمس من الراجل الصامت ده، ولما بيبص عليه بيلاقيه بيضحك له ضحكة مرعبة لدرجة انه بيقلق وبيبقى عايز ينزل من هنا بسرعة. بس الصدمة بقى ان الاسانسير بيعلق، وبطلنا بيتوتر اكتر وبيضغط على الزرار اكتر من مرة لحد ما بيفتح فعلا، وبيخرج وهو شايف الراجل مبتسم بطريقة غريبة، واللي رغم انه لسه سايبه في الاسانسير الا انه بيشوفه واقف قدامه في اخر الممر. وفجأة بيجري ناحيته بسرعة، فبيجري بطلنا في الاتجاه المعاكس وهو مرعوب، والراجل الغريب ده بيطارده بشراسة لحد ما بطلنا بيدخل يستخبى جوه دولاب قديم. بس الراجل بيجي يقف قدامه وهو بيضحك بهستيرية مفرطة، فبيغمض جن عينه ولما بيفتحها بيلاقيه اختفى تماما. فبيطلع يكمل طريقه للشقة المنشودة اللي أخد مفتاحها من الحارس، واللي لما بيدخلها بيلاقيها مليانة بالورق والعلامات الغريبة، والأهم إنه بيلاقي شريط ينفع في المسجل الصوتي بتاعه، فبيشغله بسرعة علشان يفهم إيه الحكاية. وهنا بقى بيسمع صوت الحارس في الشريط وهو بيقول له أنت شكلك مستمتع يا جن وعايز تعرف الحقيقة فعلا، وعلشان كده أنا قررت أحكي لك حكايتي أنا شخصيا مع القصر ده. في الحقيقة يا جن أنا مش حارس القصر ولا حاجة، أنا زمان جيت مع واحد صاحبي لهنا علشان نسرق خزنة مليانة بالفلوس هنا في القصر، ودخلنا نفس الشقة اللي انت فيها حاليا. صاحب الحارس كان خايف جدا ومرتبك على الآخر، بس الحارس بيفكروا ان أمه مريضة ولازم ينفذوا السرقة علشان ينقذها، وفعلا بيقتحموا الشقة المنشودة وبيشوفوا فيها الرسومات والأوراق الغريبة. بس الأهم بقى ان صاحبه بيشوف خزانة غامضة، ولما بيقرب منها يستكشفها بيتصدم لما بيلمح شعر بيدخل جواها بطريقة غريبة، وبينادي على الحارس على طول علشان يمشوا من هنا. لكن الحارس بيبقى مصمم يسرقوا زي ما كانوا مخططين، وساعتها بيلاقوا جثة متغطية بغطاء مليان بالطلاسم الغريبة، واللي بيلفت انتباه الحارس ان الجثة مربطة من رجلها بسلاسل، وبيلمح خيط في بق الجثة كده لما بيشده بيلاقيه مفتاح، فبيفرح وبيجري يجربه على الخزانة على أمل إن الفلوس تبقى جواها، لكنه بيتصدم لما بيفتحها وبيلاقيها غرقانة في الضلمة ومش شايف حاجة، فبيمد إيده كده يتحسس اللي جواها وبيلاقي فلوس فعلا، فبيفرح وبيبدأ يسحب في الفلوس دي وهو بيضحك ومبسوط على الآخر. بس صاحبه واقف يتفرج عليه وهو مرعوب وحاسس إن في حاجة غلط، وفجأة بيلاقي الحارس اختفى تماما من قدامه بعد ما كان قاعد بيلم في الفلوس من ثواني، فبيخاف أكتر وما بيكونش فاهم هو راح فين بالظبط، لكنه بيطمع في الفلوس وبيجري يلمها في شنطة بسرعة علشان يمشي من هنا. لكن فجأة بيلمح رجل بشرية فبيترعب وبيحاول يخرج من الشقة، بس الباب بيبقى مقفول جامد وما بيقدرش يفتحه، والصدمة كمان لما بيشوف الجثة اتحركت وواقفة قدامه، فبيكسر الباب حرفيا وبيطلع يجري بأقصى سرعته وهو مرعوب من اللي شافه، لحد ما بيوصل للعربية علشان يمشي من هنا، لكنه ما بيلاقيش المفاتيح. وفجأة بيجيله الحارس وبيركب جنبه من غير ولا كلمة، وأول ما بيتكلم بيقول أنا شفت الجثة في الخزانة، وصاحبه بيبقى مرعوب وعايز يمشي من هنا بأي طريقة لأنه شافها هو كمان. لكن المصيبة لما بيتحول الحارس فجأة لشكل الجثة المرعبة دي، وحرفيا الراجل من خوفه ما بينطقش بكلمة، وبنشوف إن الجثة هجمت عليه في العربية. وبينهي الحارس قصته وهو بيقول لبطلنا جن انت عارف انا شفت ايه في الخزانة يا جن؟ وفجأة الشريط بيخلص وبتتفتح الخزانة قدام بطلنا، اللي طبعا بيبقى ميت من القلق والخوف بعد اللي سمعه ده، وفجأة بيلاقي الجثة ظهرت من وراه وبترميه جوه الخزانة وبتقفل عليه، فبيحاول بطلنا يخرج بأي طريقة لكن ما كانش عارف، لحد ما بيظهر قدامه الحارس، واللي ساعتها بيقول له أنا استمتعت جدا بالدردشة معاك،
هتوحشني يا جن والله، وبيسيبه وبيمشي وهو عمال يضحك، وبطلنا عمال يصرخ عليه فبيلاقيه بيتحول لنسخة طبق الأصل منه، وبيبدأ جن في الانهيار التام والاستسلام لمصيره اللي راح له برجليه من البداية بدافع الفضول. المهم بنشوف ان بعد كده زميلته في الشغل بتيجي القصر علشان تدور عليه، لكن أول ما بتشوفه قدامها بتحس انه مرعوب من حاجة، لكنه بيبتسم لأن الدور جه عليها هي كمان. ولو مش عايز الدور اللي جاي يبقى عليك انت عزيزي المشاهد، لازم تعمل لايك للفيديو وتعرفني رأيك في كومنت حالا، والأهم انك تقولي انك وصلت للنهاية ولا مشيت بدري. اللهم بلغت. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش كالعادة تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لنا كمان عايزين نلخص لكم الرعب تاني ولا كفاية كده بالصلاة على النبي. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.